السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اسماء النهاردة جايه لكم باحلى طبق كبد وقوانص تحفة 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 يستاهل بقكم. عايزين تعرفوا عملته ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض خطوة بخطوة، وما تنسينيش في اللايك وكومنت حلو تحفيزي، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وتعالوا نشوفوا الطبق القمر ده اتعمل ازاي. يلا بينا بعد الفاصل نشوف اسماء عملت ايه وهتعمل ايه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يلا يا حبايب قلبي بقى نعمل مع بعض الكبد والقوانص. طبعا انا بحط الكبد لوحدها والقوانص لوحدها عشان السوا طبعا اكيد مش واحد. ونعمل مع بعض واوريكم بقى التوابل بتاعتي والحاجات بتاعتي اللي انا هحطها عليها. اول حاجه التوابل ايه؟ عباره عن ملح وفلفل اسود وكزبره وكاري، بس مش حاطه اي حاجه تانية. عندك بابريكا حطي. خدت بصله صغيره فرمتها في الكبه. وعندي هنا الثوم المفروم ده كنت مفرزاه. وهنا الفلفل الاخضر بارد مش حامي. وهنا الخل طبعا ده عشان ايه؟ اغسل بيه الكبد واغسل بيه القوانص. انا اساسي عندي الخل دوت بغسل بيه اي حاجه عشان ريحه الزفاره، عشان يبقى طعمها كمان طعم كده، ما بتحسيش بطعم الزفره فيها. طبعا غسله حلوه كده. وبدات بقى ايه؟ اعمل خطوه بخطوه. يلا بينا. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنحط القوانص على النار. غلينا ميه وحاطه فيها حبهان ولوري. وبعدين هاخد القوانص احطها. انا مقطعها على فكره، مش عاملاها بحالها، قطعه الواحده على 2 في قوانص صغيره اصلا بتاعت فراخ بلدي، فحطها بحالها. الانثى الصغيره حطها بحالها. انا بعاده ما بجيب مثلا فراخ وكده، انا بحط اللي بحوشهم. طبعا احنا كستات بيوت انتوا عارفين يعني ايه بنحوش الحاجات دي. فطبعا انا محوشه الكبد والقوانص في كيس عندي. فقلت يلا بقى ايه؟ نعمل النهارده كبد وقوانص. بجد طلعت في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه. طبعا حطيت هنا ايه؟ معلقه ملح صغيره عشان تديها برضو طعامه. ماشي. انا كده كده هحط التوابل التانية دي كلها على الخلطه كلها على بعضها، بس في السلق بحب تملي احط ورق لوري وحبهان وملح. وهنا بقى دي الكبد دي عشان مش محتاجه سوا كتير. طبعا انا ما قطعتهاش هي صغيره، القلوب زي ما هي وبحالها، بس الكبد يعني قطعها على 2 مش صغيره، عشان لو صغيره تهرى منك. لازم تكون كبيره كده ايه وباينه في الاكل. تمام كده. وعندك هنا ايه؟ انا رجعت الحله ورا بتاعت القوانص على ما تتسلق. اكون ايه؟ عطيت الكبده تشويحه كده. هو كده كده القوانص في اواخر السوا، يعني خلاص انا قربت اطفي عليها. قلت بقى ايه؟ الحق نفسي اما احط بقى الكبده ايه؟ اديها تشويحه. عايزه اقول لكم يا بنات والله طلعت في منتهى الجمال، طلعت حلوه قوي قوي وطعمه مفيش بعد كده. هنا بقى ايه؟ هديها تشويحه حلوه. وبعد ما اديها تشويحه حلوه هبتدي انزل بالقوانص عليها. اعملوا الخطوه دي هتعجبكم قوي قوي قوي. انتوا ما تجيبوا الفراخ حوشوا الكبد والقوانص، مش شرط تعمليها مع الفرخه نفسها، ممكن تحوشيها تعمليها وجبه تانية. هنا عطيها تقليبه كده بالراحه. وعايزه اقولك ما تقلبيش كتير فيها. ولازم كمان خطوه مهمه، انك انتي الزيت يكون سخن جدا جدا عشان تنزلي بالكبد عليه. عشان انتي لو نزلتي الكبده على الزيت وهو لسه مش سخن هتتهرى منك، هتلزق في الطاسه وانتي بتقلبيها هتبوظ بجد. هتبقى يعني هتبقى مش شكلها مش حلو، مش باينه خالص في الطاسه. بصوا كده هي خدت زي صدمه. بصوا حتى مش لازقه في الطاسه او في الجريل بمعنى اصح يعني. انا هسيبها بقى ايه حبه كده شويه مع نفسها. هي كده خلاص تعتبر ايه؟ دخلت في ايه؟ في نص التشويح. بدات انزل بالبصل. ليه مش هنزل بالثوم في الاول؟ البصل بيحتاج سوا اكتر، بياخد سوا اكتر من الثوم بيتحرق بسرعه. فطبعا الخطوه الاولى حطينا الكبد شوحناها، وبعد كده حطينا البصل وهنقلب نقلب نقلب لحد ما ندي ايه؟ اللون اللي انا عايزاه. وبعد ما ادي اللون اللي انا عايزاه هبتدي انزل بالقوانص. هنا طبعا كان ابتدت تفور طبعا الحله كالمعتاد. على طول بوتاجاز اسماء ده على طول لازم تفور عليه حاجات، لازم ابهدل حواليا كتير معرفش ليه. هنا بقى ايه؟ كده خلاص متهيألي القوانص استوت خلاص. هشيلها بقى ايه؟ بمصفى. هي عندي مصفى انا دي بتاعت اللحمه اصلا، بطلع بيها اللحمه من الشوربه. تبقى غويطه كده جميله جدا يعني. اتمنى الكل يا بنات يجيبها، حلوه قوي عمليه قوي قوي قوي. هي سيليكون طبعا عشان ما تبوظليش الحلل والحاجه بتاعتي.
طلعت كل القوانص، لحد دلوقتي انا مش عامله الا كبد وقوانص وعليهم البصل، لسه ما حطيناش ولا توم ولا فلفل ولا اي حاجه ولا حتى التوابل. لازم هنديها تقليبه شويه. لو انتي مثلا بتقلبيها وحسيتي القوانص مثلا سنه شويه محتاجه يعني سوا شويه صغيره، مش هيجري حاجه خالص خالص خالص. لو انتي عملتي ايه، لو انتي حطيتي نص كوبايه ميه مغليه من الكاتل، يعني يا ريت ما تحطيش ميه بارده. اما بتحطي ميه بارده على اي لحوم على اي حاجه بتجلد. طبعا اكيد انتوا عارفين الخطوه دي. بصوا انتوا شايفين لونها، عطى اللون الذهبي القمر ده. هتبتدي بقى تحطي ايه، حبه توم حلوين كده محترمين، معلقه كبيره كده ولا معلقتين كده كبار. وطبعا انت حاطه بصل، كل ده بيبقى ايه زي في الاخر زي جوسي كده شويه، ممكن تغمسيه، ممكن تحطي على المكرونه منه، بيبقى حلو قوي قوي قوي. وانا عموما بحب التوم جدا في الاكل، مش في كل اكل طبعا، بس الاكل اللي فيه توم بحب ازود فيه توم. بعشق ريحه التوم اصلا، يعني بحس نفسي ان انا بجوع وانا بعمل الاكل. تحسي كده الريحه ايه. طب بالله عليكم مش شامين الريحه مفحفحه. هنا هحط بقى الفلفل والكزبره والملح والكاري. امتى بقى بحط الفلفل؟ خلاص بقى كده هحطه امتى؟ لما خلاص كده ايه تحسي احمر، بدات تحمر كده. وانا مش بحط الفلفل من بدري ليه؟ عشان الفلفل يبان. انتوا لو حطيتيه من بدري هيتحمر مش هيبان اصلا، هيبقى في طعم فلفل وكل حاجه بس مش هيبان من الاخضر القمر ده. طبعا حطيت الفلفل وعطيت تقليبه. هي كده استوت خلاص. عايزه اقول لكم والله طعمها طلع في منتهى الروعه. عايزاكم تجربوا الطريقه دي يا بنات وقولوا لي. ولو في اي كومنت في اي حاجه قولي لي برضو ايه في كومنت كده. لو في اي حتى يعني نقد في اي حاجه عايزين تقولوها لي، قولها لي في كومنت، انا مش بزعل. او لو في خطوه نسيتها برضو قولي، مش هيجرى حاجه ابدا. هنا خلص الطبق اهو. بصوا في منتهى الروعه، في منتهى الجمال. وعصير يا اسماء الليمون بقى، وايه بقى هي بقى سخنه بتطلع بقى بخار كده وانت بتحطي الليمون عليها. وقطعت طماطم عليها برضو توابل وحاجات كده وفلفل وكمون وعصره ليمون زي ما انتم شايفين. وكنت طبعا عامله المكرونه، المكرونه كده كده عملتها كذا مره على القناه فما نزلتش بيها. عملت مكرونه وكبد وقوانص وطماطم كده 100 فول و14.